في خرافه خطيره موجوده وسط محترفين مجال اليو اي يو اكس، هي اليو اكس ريسيرش. بيتعمل في اول المشروع، بعد كده خلاص بنكمل التطوير والتصميم. اللي بيصدق الخرافه دي بيصدق ان البحث كانه خطوه في التيستنج، في السيرفي، في الانتروديوس، في التشيك ليست، وبعد كده يركن النتائج ويشتغل كأن الامور خلصت. لكن ان الحقيقه ان تجربه المستخدم دايناميك، بتتغير مع الوقت ومع السوق ومع توقعات المستخدمين. يعني لو عملت البحث مره وسكت، غالبا انت هتكون بتصمم تجربه انتهت من شهور. خلينا اديك احصائيه من 2023، كانوا بيقولوا ان اكتر من 70% من المنتجات الرقميه اللي فشلت في السوق كان عندها ريسيرش قوي في البدايه، لكن ما عملتش تكرار تاني للريسيرش ده. النتيجه ان المنتج ده اتبنى على انسايتس قديمه ما بتعكسش احتياجات المستخدمين وقت الاستخدام. فمثال واقعي، مثلا ابلكيشن سناب شات في الاول عمل ريسيرش ممتاز، خلاه يضرب ما بين الشباب بسرعه. بس اول ما اتغير سلوك المستخدمين واتجهوا لفيديوهات طويله وكونتنت كرييشن، الشركه ما كانتش سريعه كفايه في اعاده البحث ده. فالنتيجه ان تيك توك دخل وخطف الماركت شير، لانه عمل ريسيرش مستمر على سلوك المستخدمين. المشكله في الخرافه دي ان الشركات بتتعامل مع الريسيرش انه تكلفه مش استثمار. بيشوفوا خلاص ان احنا خلصنا البحث، ليه نضيع فلوس تاني اصلا؟ بس في الواقع عدم تحديث البحث اكنك بتضيع فلوسك كلها. فعشان كده لازم تعتمد ان انت تعيد البحث كل فتره صغيره، ونستخدم ادوات مستمره زي السيرفيز والسيشن ريكوردنج والهيت مابس جوه الاب او الموقع، وخلي البحث جزء من الكالتشر مش البروسيس. يعني زي ما التطوير مستمر لازم البحث يكون مستمر. الخلاصه ان اليو اكس ريسيرش مش خطوه بنعدي عليها وخلاص، هي رحله دايما ماشيه جنب رحله المنتج. فما توقفش البحث، عشان كده انت هتوقف تطوير المنتج. وما توقفش الفيديو ده عندك، اعمل له سيف وشيره مع اصحابك عشان يستفادوا.